السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعجبتني هذه الفائدة وأردت أن أشاركها معكم، وهي معلومة من الثقافة العامة. نحن نعرف أن الإنسان حواس، وخمسة حواس، ومنهم من قال الحاسة السادسة وهي الفراسة، وعلم الاستشعار كذلك يعتبر من الحواس السادسة، يعني بإذن الله عز وجل. ما أقدم حواس الإنسان؟ هل تعرف وتعلم ما أقدم حواس الإنسان؟ يقول العلماء إن أقدم حواس الإنسان هي حاسة الشم، ولديهم من القرآن ما يثبت بأن هذه الحاسة نشأت ونضجت قبل نشوء كل من حواس السمع والذوق واللمس. فالإنسان الأول كان يعتمد على الشم اعتمادا كليا في اختيار ما يصلحه من المأكولات، وفي اقتفاء الأثر، وحماية نفسه من الحيوانات المفترسة والحشرات السامة. ويتقدم الإنسان في الحضارة ووسائل المعيشة وبتقدم الإنسان في الحضارة ووسائل المعيشة قل استخدامه تدريجيا لهذه الحاسة، حتى أصبحت أضعف الحواس وأقلها استعمالا. وينشأ الشم من تناثر دقائق صغيرة جدا من المادة المشمومة وانتقالها في الهواء، وعندما تدخل الأنف تثير أعصاب الشم فيحدث الإحساس بالرائحة. لا تنسى الاشتراك في القناة ودعم المحتوى ومشاركة هذا الفيديو، وقل لنا ماذا تعرف عن حاسة الشم، ونريد بحثا بإذن الله عز وجل في التعاليق، يعني كيف تقوي حاسة الشم لديك، وهل هناك أمراض يعني تسبب تعطيل هذه الحاسة، وما هي المأكولات أو الروائح الطيبة التي تقوي وتعزز حاسة الشم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد أمين في قناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى، قنواتكم الفراسة ومنوعات، ومحمد أمين مطبوع، وقناة مريم مطبوع، بإذن الله عز وجل. هذه القنوات كلها في الصالح وفي المعرفة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.